هلا بنات، مساء الخير ومساء الحب والسعادة على يومكم. شلونكم؟ إن شاء الله زينين وبأحسن حال. طبعا أنا وياكم عالم نور. إذا أول مرة تشوفون قناتي، هاي عالم نور الثاني. طبعا هاي الفيديوهات خاصة بفيديوهات الانستا، تكون فيديوهات بالطول. فتعرفون السياسة مال الانستا إنه لازم نصور بالطول، وانتم ما عندكم انستا أهل اليوتيوب. فايش قررت أسوي قناة ثانية خاصة بفيديوهات الانستا، لأن فيديوهات الانستا تختلف عن اليوتيوب. أنا عندي قناة أولى اسمها هم عالم نور، بس الفيديوهات بالعرض ويكون التصوير بالعرض، ويختلف عن الانستا فقط مأكولات وعزايم وسوالف. هو اليوتيوب هنا أنا قناتي الأولى هم بيها طبخ، بس تعرفون يعني التصوير مختلف، يعني كاميرتي ما تصور نفس الشي. مثلا يوميا شي هيجي. فاليوم خلي اسولف لكم. جابوا لنا هاي السمكة ولازم اني افتحها. اني مو شاطرة بفتح السمك، اني شاطرة مو شاطرة بنات، واكثر وحدة تاكل سمك هو اني، بس مو هيجي كبيرة، كلش كبيرة جابوا لنا اياها. زين، فاني اذا يعني تكون يعني بقد كف الايد، هذا البني كلش طيب، اقدر افتح. هنا انا حديت السمكة وراسها كلش يعني، وحاولت بكل الطرق حتى انمردت بيدي. فلازم هسه احاول وافتح، لان ما عندي منفذ ثاني. والزلم تعرفون الزلم انتو بعد، تعال افتحها يقول روحا بطرانات، وهاي ما يسخرون الزلم. فانا خلي افتحها واصور وياكم، واريدكم تكتبوا لي يا بنات هاي السمكة شنو اسمها. أنا صورتها لكم. فراح أطلع الحلب لاب مالتها. أنا أحب الحلب لاب، بس الثرب ما أحبه مثل البيوض. ايه، فهي كلش كبيرة، فما راح أسويها كلها لأن كبيرة يعني مو مثل التصوير. فراح أقسمها بالنص وأشويها، هي مال الشوي طبعا هاي السمكة، وإذا على الحطب تكون أطيب. فهسه راح أقسمها بالنص وأسوي منها. وهذا الحلب لاب مالتها احنا نحبه. فأكو ناس يقولون مو زين لا تاكلوا، واكو ناس يقولون حرام، فما أدري يعني. كتبونا والله بالتعليقات شنو انتو. هاي هنا أنا جمدت هنا ثاني يوم جيت. راح أقسمها بالنص وأشويها. تمام بنات. باش تسوون؟ وبرشوا ثوم عليها وملح ولمندوزي. سووا شلون صلصة. إذا ما عندكم تمر هند أو دبس الرمان، سووا الصلصة. أنا أحط شنو بنات؟ هنا أنا عندي تمر هند وكاتشب وثوم. ضروري تحطون ثوم. مرات ما عندي صلصة وما عندي شي، أحط تمر وملح وشوية مي ولمندوزي، يصير تمر هند أصلي. تمر ولمندوز وملح ومي، وعجني بيدك، عجني واخرنوه وعجني، تصير صلصة شلون انا درتها. وتدهنين بيها السمك وياها تمن وزلاطة. وسهمنا وسهمكم ألف عافية. فنجي لفقرة شنو العشاء بنات. اليوم عندي فكرة، قلت أسوي كباب دجاج شوي. عندي هاي المحضرة يا بنات، هاي المحضرة قصتها قصة حرامات. فأنا اشتريتها رأسا، يعني سويت الراس هذا تشوفوا، هذا الراس الفوق وقع بالمي، ونسيتها بالحوض مال المي. تعرفون الحوض مال السنقي، والقاها منغنقة بالمي وخربانة، وذيش تسمع حسكم وجديدة. سويت بيها فقط هذا الكباب، واشتريتها ب5 سنين من الامازون. وما اعرف بناتي، ما اعرف شلون اسويها. اذا عندكم يعني تعرفون قولوا لي. الراس كله تنغنق بالمي وما صار. هي شلون حلوة على الشحن، وإذا تشوفون حتى مو على الكهرباء. وشوفوا شلون الثرم مالتها يجنن، مع إنه هي كيوت وصغيرونة ومو بعينكم، بس شوفوا شلون عندها شغل شغلها كلش حلو. اي بنات، هسه شوفوا الكباب والدجاج، شوية طحين وبهارات وملح وكرفس وبصل، وهو الدجاج بهذا الشكل تسووه. هسه تدهنون الصينية او ليا وياه بكيفكم. انا حطيت دهن وسويته بهذا الشكل، وهذا كان عشانه. وسهمنا وسهمكم الف عافية. جربوه بنات بالدجاج كلش طيب. فهسه راح اسوي لفة قدامكم. فهو انا سويت هيك شي قليل على مود كتجربة اشوفه. اول مرة اسوي كباب دجاج وبصل وياه وطماطة وبس. صارت لفتنا جميلة كلش حلوة. اكو ناس ما تاكل لحم، فتاكل دجاج صدر. هاي بنات اللي مسوي رجيم، اللي عنده يسوون هاي الجيم ما اعرف شنو، يسوون هاي اكلات صدور، سووه شوي كلش طيب. هنا اني شوفوا يعني صار تقدم وتأخر بشوية بالفيديو. تقطعوه بهذا الشكل، من حطيتيه قطعيه وزقزقيه، يعني يصير يعني كتشكيلة كلش حلوة. وحطيت وياها هذا السوالف وياها. تقدرون انتو تثخنوها
وتثخنوها وتكبرون المواد اللي عندكم حسب يعني انتو شقد سووا على قدكم وبس. هذا كان عشانه. وبنات لازم نسوي كليشة العيد، قولوا لي سويتوا كليشة لو بعدكم. يلا تعالوا نسوي كليشة انا وياكم. هنا عندي لازم المكسرات، اريد احط مكسرات فلازم احط فستق حلبي، فراح اختار من هذا على مود نزين بيه الكليشة. تمام يلا نشوف. هنا راح استخدم ذني المواد اللي راح احتاجهم. طبعا احنا كلش نحب التمر، ما راح احط حلقوم، راح اسوي التمر. هنا عندي 4 قطع راح احلهن بالطاوة يصيرن كلش صغار بربع الواحد، يعني 4 من الزبد. اذني يكون كم غرام ما اعرف، بس صغار تشوفوهن حجم ايدي. حطيت 4. هنا أنا موعتهن، وهنا أنا ححط طحين وواحد ضرب فيكم باودر وخميرة، وأحط حليب. أنا هاي هنا أنا عندي موعة الزبد، حطيت شكر شوية، وهنا أنا عندي طحين وهيل، لأن الهيل ما ينطحن عندي، حط وياه طحين على مود ينهرس زين، وحطيت عليه الزبدة، وبهذا الشكل تناثريه بيدك، وبعدين بالتدريج تضيفين إذا ما عندي الزيت. وهنا البنوتات قاعدات همين كربتهن، لأن تعرفون تفليس مال التمر شوية يضوج. قلتين حبابات تعال نعاونني، وهنا دعبول بعد روح لهاي الإيدين يتجنن. قلت له تعال وياي، عود هو دا يفتح بالفستقاية. وهنا فلسنا التمر وراح اسويه، احط شوية زيت هيل مطحون عليه يصير كلش طيب، وعلى النار على السريع يذبل. هنا أنا عندي كورت العجينة من بعد ما ساعة نص ساعة تشقد تسووها تخمروها بكيفكم. لكلكتها اسويها قطع متساوية على مود احشيهن تمر، احنا كلش نحب التمر، فسويت حطيت الصوبة وحطيت هاي القعدات الحلوة. بناتي هي كلش متعبة الصراحة وشغلها كلش هواي، بين شو نسوي احنا لازم نسوي هاي الاجواء ويعني ما نعيفها، نحس باجواء العيد وهاي السوالف. واحنا ايش عبالكم بنات؟ عبالكم يعني احنا ناكله كله؟ لا. فادز الجوارين، ادز لعيالي، ادز لاهلي، اعطيهم كل واحد شوية. فاني بنات يعني تصير عندي مثلا 50 وحدة اسوي 60، ما يبقى وخاصة الجهال يحبوها ياكلوها، فهي يعني زينة. بنات شوفوا ارش هنا فستق حلبي، وبهذا الشكل احط الكليتشة، فهي طريقتها هاي شوية سهلة علي. وتضغطوها بهذا الشكل وتحطوها بالقالب من بعد اللي دهنتوه هيجي وترقعوه، فيطلع عندكم شوية مزين. شوفوا هنا أنا مزين كله فستق، شوفوا بفستق حلبي، بس هذا الفستق بنات بملوحة، اكو يكون فاهي خاص المعجنات. انا استخدمت هذا المالح اللي احنا لازم احنا نكرزه، يعني احنا بدون اي شيء. هنا أنا قلت لهم يلا بنات تعالوا ساعدوني، انا هنا أنا عطلت، فهم ظلوا يحطون يحشون ويسوون وياي واشوي. تعرفون بس لازم يعني طباخ وتشوين كل ساعة، وهاي بنوتي وبس. هسه خلصت الكليتشة، وهاي اخير وحدة طلعتها الصينية. وكان عندنا خضار اصدقاء زوجي، فصبيت لهم كليتشة وشاي، وتكون حارة. بعد وين يلقون هيجي دلال؟ كليتشة حارة وشاي ما صايرة. يلا بنات هسه لهنا ينتهي الفيديو ونودعكم، نحطهم بالماعون. وهسه شنو، اذا وصلت لهنا وعجبتك قناتي يلا حطي لي لايك واشتركي بيها، لان انا راح استمر بيها انزل فيديوهات لانستا، لان قلت البنات ما عندهم انستا اونسهم بفيديوهات الانستا هنا ولا يهمكم. فهو صح تعب واسوي الفيديوهات واعيد واسوي وانشر هنا همينه وهنا، بس هذا كله لخاطركم. يلا بنات لهنا ينتهي الفيديو، ان شاء الله كنت خفيفة الظل عليكم، ونقولكم على الف سلامة.